يا صباح الخيرات لأحلى متابعين بالدنيا كلها. طمنوني عنكم، إن شاء الله بتكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام يا رب. ما بتتصوروا قديش مشتاقة لكم ومشتاقة لكومنتاتكم الحلوة اللي لا غنى عنها بكل فيديو. صبايا، مثل ما شفتوا بالعنوان إن الفيديو هذا رح يكون ترتيب وتنظيم الحمام. أنا هون حبيت هيك ورجيكم الحمام قبل ورجيكم جوات الخزن، وكمان في مشتريات أخذتها أنا للحمام راح تشوفوها بآخر الفيديو. طبعا أخذت ستاج وأخذت كتير شغلات حلوة بالأخير رح تشوفوها، بس بالبداية خليني هيك أورجيكم الغبرة اللي كانت متراكمة بالحمام. هون بالبداية بما أني رح أبدأ العفو من البانيو، أنا ماشية لعند الشباك تماما. جيت وحطيت كلور. لما بنظف الحمام أنا روتين يومي كتير بستخدم الجيت والكلور. صبايا بيعطي نظافة رهيبة بتكون وريحة بتكون مميزة. هون بالبداية قلت خليني هيك انظف الحيط لانه الزوايا من فوق كانت كلها هيك متراكمة غبرة. اكتر شغله هيك بحبه وانا بنظف الحمام هو الستاند، بحس تنظيفه كتير بيكون سهل. صبايا هذا الستاند انا بنصحكم اذا حبيتوا تجيبوه منه لانه عباره عن الثقوب. بقى العفو انت اول ما بتكتي المي لحاله بينزل، وكمان ما بتجمع فيه غبره وضد المي صاير، يعني لا بيصدي ولا شيء. هلا بعد ما خلصت هيك البانيو والحيط جيت انا على المراية، نظفت هيك من فوق الغبرة كمان اللي كانت متراكمة. رح ابلش امسح المراي وبالتسلسل رح امشي معكم. اليوم عن جد حسيت هيك صار عندي طاقة بالتنظيف، يمكن لأنه لا كان في مطر ولا كان في ثلج، لهيك بقى حماس كان على الآخر. صبايا ليفت الشباك أنا هون، ومثل ما لاحظتوا بالمساحة أو السلاتة ما بعرف أنتوا شو بتقولوا له بمسحه. ما بياخد معك الشباك ثواني. آخر شي أنا بخل بوفالو بيعطيني هيك عبارة عن لمعة. وحتى أنا بنصحكم أنتوا أي بلور حبيتوا تمسحوا، في ناس ممكن تقلك جرايد بس الجريدة بتعطي هيك غبرة وراها. المحرمة بتكون كتير نظيفة، هي ما بتترك لك ولا غبرة. كمان عندي الحرف عند الشباك كان كتير متوسخ. طبعا أنا هي الفرشاية ما كانت آه لازمتني أو ما كنت بحاجتها. أنا ليفت الزوايا وبالأخير أثناء ما أنتي بتمسحيه كتير بصير عليكي سهل وما بتتعذبي بتنظيفه.
هلأ هون رح أبدأ بالزاوية التانية لحتى هيك أنظف الحرف الفوقاني. جبت أنا الفوطة كانت ناشفة، حاولت هيك أقشط الغبرة دور دورين، بعدين بفوطة نديانة. كمان صبايا الشي السيء ممكن تلاقوه عنا هون، العفو ما رح يكون في سيفون لا بالحمام ولا بالمطبخ. وأنا هون لما كنت أليف حاولت أندي الفوطة هيك مي وأمسح الحيط كلياته. كمان بعد ما أخلص كنت أمسحه بفوطة ناشفة. بس في شغلات أنا حاولت أستعجل بحيث انتوا ما تملوا تكونوا مبسوطين وانتوا عم بتشوفوا الفيديو. بس حاولت هيك أشارك معكم أغلب المقتطفات وأنا عم بنظف أو أنا عم برتب. هون خلصت تنظيف الحمام ومسحت الأراضي. صبايا حسيت ريحة النظافة أخدتني لعالم تاني، عقد ما حسيت هيك فرق صار يعني. هون كنت موصي أنا على موكيت للحمام. هلا الشي اللي شجعني إني أنا أخذ الموكيت بما إنه عندي طفلتين صغار، بقى حبيت هيك الأراضي تكون ممدودة حتى بالحمام لحتى ما ياخدوا برد طاول. هلا رح نفتح الموكيت سوا وبدي اياكم تعطوني رايكم. كمان شكل هذا الحمام هيك طويلي صاير، بتحسوا شوي بتحتاروا انتوا على ديكوره. كمان بنفس الوقت انت ما فيك تتحكمي مثلا بالبيوت، سبحان الله، لانه كل بيت بيكون له ايجابياته وله سلبياته. وانا كنت بتمنى انه لو شكل الحمام او المطبخ بيجي على مربع انه اوسع هيك. سبحان الله. بعد ما مديت الموكيت كمان كنت اخذ هي الدعاسة، حسيت هيك رح تطلع احلى. اخذت الدعاسة غامقة هي والموكيت صبايا، وكمان كنت اخذة شوية شغلات للحمام مثل العفو السطل. هدول هيك اعتمدت على الفضي اكتر، يمكن لاني انا كتير بحب الفضي. وكمان الديكور للزينة رح يكون ذهبي. هون صبايا سبحان الله، لما بتجيبي قطعة انت جديدة قد ايه بتحسي بفرق بينها وبين القطعة القديمة. يعني انا علبة الفراشي كنت حاططهم بعلبة عادية، وكذا مرة انا كنت ابدل، بس لاني كنت اجيبها بلور كتير تنكسر معي، يا معي يا مع الولاد اذا بده يفرشوا. اخر شي حطيتهم بهي العلبة، قلت خلص لبين ما اعمل ديكور جديد او اجيب شغلات جديدة انا للحمام. هالمرة حبيت هيك اميل للخشبي. فلما طلعت على الكيك جبت علبة السائل وعلبة الفراشي كانت خشبي، وحتى أخذت قطعة للبانيو. هالرفوف رح أحط أنا هالبوكسات، رح أحط عليهم المناشف الحمام العفو، وكمان المحارم وأدوات التنظيف. هلأ كتير بتحسوا بصير عندكم مساحة وبنفس الوقت بتنظموا. يعني كل شغلة انت بدك تاخديها ما بتتعذبي فيها. ليش؟ لأنه بتلاقيها مرتبة وبتلاقي خلص هي بمكانها.
هون صبايا هلا الصف الثاني رح ارتب كمان العفو هيك المحارب. كتير كنت مبسوطة، غير اني لما بيكونوا محطوطين هيك لحال بطريقة عشوائية، هلا لا خلص صاروا منظمين يعني. عندي الخزانة اللي تحت المجلى العفو. هلا انا رح اطالع الاغراض منها، والشغلات اللي ما بتلزمني خلص رح اشيلها. بديت اول اشي بالغبرة، وحسيت هي انه عن جد ما رح تاخد وقت، لهيك انا تركتها اخر اشي. قلت خلص بقعد على الموكيت وبشتغل فيها. كنت اخذه سلتين كمان، وقلت رح انظم كل الاغراض يلي انا بتلزمني بقلب هالسلال. عن جد كمان في صبايا رح أقلكن على شغلة، إني أنا أغراض الحمام لما أخدتهم أكيد ما أخدتهم كلياتهم مع بعض، كنت كل مرة أخد قطعة قطعة لحتى هيك صاروا كاملين. وإن شاء الله لما الله هيك بيرزقني أكيد بجيب شغلات أحلى، ويعني بتكون أفضل من هيك كمان. بس إنه حسيت الترتيب فرق، صار في نظافة أكتر الحمد لله. هاي شكل الخزانة كمان صار جاهز. رح تبقى عندي هيك لمسة لمسين خفيفات، بورجيكم شكل الحمام النهائي. وهذا كان شكل النهائي للحمام، بدي اياكم تعطوني رأيكم. ما بتتصوروا قديش تعذبت بتصوير هذا الفيديو. بتمنى هيك ينال اعجابكم. الشغلات اللي انا اخذتها كمان تعطوني رأيكم فيها. حسيتوا الحمام العفو انه فرق قبل وبعد كمان. رأيكم بيهمني بكل فيديو، قد ما فيكم كتبوا كومنتات، لايكاتكم. حبايب، بشوفكم فيديو جديد، بقلكن سلام.